السلام عليكم. الجردك السوداني طقس قديم في السودان، ويعتبر من الطقوس اللي عندها استمرارية حضارية، من الموروثات الحضارية المستمرة لحد يومنا ده في مختلف المجموعات السودانية. أصل ومنشأ الجردك غير معروف بالضبط إنه بدأ في آتو فترة، لكن من المؤكد إنه طقس سوداني قديم ظهر في السودان. أول توثيق للجرتك في النقوش السودانية القديمة كان في رسم أو تجسيد للملك السوداني الكوشي تهارقة، اللي هو كان بيحكم من 690 لحد 664 قبل الميلاد. وعنده لوحة تجسد بأنه بيقوم بطقس الجردك في معبد اللي هو حاليا موجود يعني في أشمولين، في متحف أشمولين الجدارية، يعني تعتبر الاسم بتاع لوحة أشمولين اللي أخذت من معبد جمتون في ضنقلة. ويبدو أنه الملك تهارقة في معبد ضنقلة في جمتون في ضنقلة قام بأداء طقس الجرتك في المعبد ده، وقدم القرابين وقدم الطقس الشعائري بتاع الجرتك. عرفناه كيف انه هو كان الجرتك لانه فيه كل التفاصيل بتاعت الجرتك، من سبحه لحريره وضريره وللاواني المستخدمه في الجرتك. فده يعتبر اقدم تصوير لاداء طقس الجرتك ظهر لنا نحن في السودان. ده بيخلي العلماء يعتقدوا بانه الطقس بتاع الجرتك هو من الطقوس الدينيه اللي كانوا بيمارسوها السودانيين القدماء، تحديدا الكوشيين، كنوع من انواع الشعائر الدينيه اللي بيقدموا بها نوع من القرابين او اظهار الامتنان والثناء للمعبود، لانهم قاموا انتقلوا من مرحله الى مرحله ثانيه. الجردك دائما يعمل في عند السودانيين للتعبير عن الانتقال من مرحلة لمرحلة، وتقديم الثناء وإظهار الامتنان للمعبود بأنه عبر بالإنسان من مرحلة لمرحلة تانية، يعني فيها نوع من الترقية أو فيها نوع من التقدم اللي حصل في حياة الإنسان، اللي هو يعتبر يعني مبهج، وفي نفس الوقت كمان أكسب الإنسان مكانة اجتماعية ومكانة ودرجة يعني كبيرة جديدة. وأيضا الطقس بتاع الجرتق يمارس يعني في تفاصيل تعتبر هي تفاصيل بتاعت عبور، يعني مورس في مسألة الختان، إنه الإنسان قبل الختان يعتبر هو كان في مرحلة، بعد الختان بقى في مرحلة، عند الزواج، عند العمل، عند تولي منصب رفيع. ويعني حتى في بعض الأحيان يستخدم الطقس بتاع الجرتك في استقبال الموت. في الفترة بتاعت الممالك النوبية المسيحية يبدو أنه انتقل الموروث الحضاري المتوارث النيلي ده من الكوشيين للنوبيين، ومارسوه أيضا النوبيين كنوع من أنواع الطقوس اللي أساسا برضو تعبر عن الامتنان وتعبر عن الشكر والثناء بين انتقال من مرحلة إلى مرحلة. وبعد ذلك مارسته أيضا مجموعات سودانية عديدة. في الفترة بتاعت الممالك الإسلامية ظل الموروث بتاع الجرتك ملتصق بالتفاصيل بتاعت السودانيين، مارسوه السودانيين أيضا كنوع من الاحتفاء بالعبور من مرحلة إلى مرحلة. وظهر لنا في سنار بحسب الكتاب بتاع جي سبولدينج عصر البطولة في سنار، إنه بادوة صباحي اللي هو كان تولى الوزارة بعد أو تولى المشيخة بتاعة الهمج بعد وفاة الشيخ محمد أبو الكيلك، لما دخل في إشكالات سياسية وعسكرية مع أولاد محمد أبو الكيلك، حاولوا أولاد محمد أبو الكيلك خلعوا من الشياخة بتاعة الهمج، من اللي كانوا يتولوا يعني رئاسة الدولة في سنار في الوقت ذاك بعد الانقلاب بتاع محمد أبو الكيلك. محمد أبو الكيلك
عين ابن أخته بادي صباحي خليفة له، لكن أولاد محمد أبو الكيلك رجب وناصر وعدلان وإدريس ما كانوا رضيانين عن المسألة دي، فعملوا احتجاج أو عملوا انقلاب ودخلوا في معركة يعني كبيرة مع بادي صباحي. والمعركة دي كان بادي واضح تماما إنه هو الطرف الخسران فيها. فقبل ما يلتقي باللقاء الأخير يعني في القتال مع أولاد عمه اللي هم أولاد محمد أبو الكيلك، قرر إنه يعمل الجرتك. فقاموا نسوانه وبناته عملوا له الطقس بتاع الجرتك على أساس إنه حيستقبل به الموت يعني. وبعد ما انتهى من الجرتي وبعد ما قاموا عملوا خمروه ودلكوه وعملوا له كل الحاجات بتاعت الجرتي، قام ركب الحصان بتاعه وقاتل حتى قتل في المعركة الأخيرة. فكان أيضا هنا ده بيشير على أنه طقس الجرتي كان أيضا هو عبارة عن التجهيز من العبور لمرحلة